السلام عليكم، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين. في الفيديو ده يا اخواتي انا هوريكم ريفيو عن ايباد بوكو باد اللي نازل جديد من شركة شاومي. هو من فئة بوكو، هو اول ايباد بوكو تعمله. فهنشوف الايباد ده ايه دنيته وهل سعره كويس بالنسبة لأدائه، وأداؤه في بابجي عامل ازاي وكام فريم. كل ده هشوف الفيديو ده يا شباب. فما تنساش تصلي على سيدنا محمد على افضل الصلاة والسلام، تعمل لايك للفيديو لو مش مشترك في القناة تعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نخش على الشرح على طول. طيب يا شباب، مبدئيا كده يا شباب الايباد دوت يا شباب بيجي بشاشة 12 و1 انش، والتردد بتاع الشاشة 120، والشاشة بتدعم معاك لحد 2500 كي. وطبعا السماعة بتاعته محيطية، وهو فيه 4 مخارج للسماعات. وكمان البطارية بتاعته 10000 ملي امبير، فالبطارية بتاعته قوية جدا، يعني تشغل معاك 5 6 ساعات بدون لعب، يعني لعب متواصل مش تفصل معاك اي حاجة. والبروسيسور بتاعه او المعالج بتاعه سناب دراجون 7 اس جين 2 اللي هو الجيل التاني. الفئة منه النسخة ديت هي نسخة 8 جيجا رام ومساحة 256. فدي كانت مواصفات الايباد. ويلا بينا نخش بقى في الشرح في الالعاب عامل ازاي في لعب بابجي بالتحديد. يلا بينا. اول حاجه نخش نوريكم الفريمات الاول بتدعم لحد كام، والجرافيك بيدعم لحد كام. هنخش على الجرافيك. عندنا في الجرافيك يا شباب بيدعم البالانس، بيدعم الاتش دي، وبيدعم الاتش دي ار، وبيدعم الالترا اتش دي ار كمان. كل ده بيدعمه مع ال60 فريم، الا الالترا اتش دي ار بيدعمها مع ال40 فريم. طبعا الالترا اتش دي ار احنا عارفين الخرافيه والجوده عامله ازاي، ولكن لو نزل تحديث الايباد هيدعمها مع ال60 فريم، ويدعم مع الاتش دي ار ال90 فريم. فيلا بينا بقى نشوف اداء الجهاز بيهنج ولا لا في الفايتات والكلام التقيل ده. احنا هنخش مابة واو بقى يا شباب كده، وهنجرب وهوريكم الدنيا عامله ازاي. خليك انت تشوف بنفسك وتحكم بنفسك هل اداء الجهاز ثابت ولا مش ثابت في الفايتات. ويلا بينا نخش فايتات كده على السريع. وده قدامي واحد قعدت اعمل جامب عليه وضربت عليه وفيس تو فيس اهوت، يعني مفيش اي تهنيج والدنيا كويسه. وجبت بالشوت جان. انا عندي لاج لان النت انا عندي ضعيف، ولكن هو بيقطع شغال كويس. وجبت التاني دبلتهم الاتنين، هو ما كانش شايفني اصلا بس قشطه يعني. اهم حاجه في موضوعنا ان الجهاز ما بيهنكش معاك، وجهاز قوي جدا ما شاء الله، والبطاريه بتاعته بتستحمل، والجهاز اصلا بيستحمل العاب. يعني في كل الالعاب اصلا ما خزنيش بصراحه. ومشكلته الوحيده ان انت لو بتلعب بابجي فمساحة الايباد كبيرة، انما لو هتتفرج على افلام هتلعب العاب تانية فهي جميلة. ولكن انا قدرت اتحكم فيه وقدرت اتعود عليه بصراحة، فده ما ضايقنيش انا في حاجة شخصيا. فانا تجربتي الشخصية ليه جميل جدا 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 في فئته السعرية، وتقريبا بينزل في حدود ال 18000 ل 20000 تقريبا على حسب ما انا سمعت. هو لسه اصلا يعني ابتدى ينزل مصر الفترة ديت. فانا اصلا كنت جايبه من واحد صاحبي من بره مصر، عرفت يعني اصرفه كده واشتغلت عليه. بس فالايباد ده كويس جدا بصراحه يا شباب، وانا برشحه لاي حد عايز يجيبه في الفئه السعريه ديت. احسن من الايبادات اللي هي الابل التسعة والابل الحاجات اللي تحت القديمه دي بصراحه، لانها خلاص ماتت. فده مش هينج معاك، وده يديك اداء كويس جدا. وزي ما قلت لحضرتك كده، يعني هو بس بابجي تهتم بالتحديثات شويه بتاعته، وهيظبط معاه ال90 فريم ان شاء الله. ده اما ظبطش معاه ال120 فريم يعني، بس هو باذن الله يظبط معاه ال90 فريم. فما تنساش تصلي على سيدنا محمد زي ما قلت لحضرتك في اول فيديو على افضل الصلاه والسلام. ولو وصلت لنهايه الفيديو دوت اعمل لايك واعمل اشتراك في القناه، تدعم اخوك ان هو يستمر وينزل لك محتوى اكتر عن كده. ولو محتاجيني اعمل محتوى عن حاجه معينه او فيديو عن حاجه معينه اكتبولي في الكومنتات وانا هعمل لكم اللي انتوا عايزينه. واسالني لاي سؤال لو انت عايز تسال عن حاجه معينه، تحت امرك اتفضل اسالني ومفيش مشكله. ومستنيكوا في الكومنتات يا اخواتي، وهسيبكم مع بقيه الفيديو دي اديت واتمتع واتفرج على اداء الايباد. والسلام عليكم.